اليوم الولاد مشتهين على الشوي والجو أبدا ما خرج واحد يطلع يشوي، برد ومطر. جبت كليين صدر ودرت معهم نص كيلو دهنة لية و50 غرام شحمة. نقعت نص كاسة برغل ناعم مي سخنة، منحركن ونغطيهم ونتركن على الزيق شوي. وفرمت 3 بصلات ونص باقة بقدونس، قرنين فليفلة وسنين توم، فرمتن بمحضرة الطعام. فيكن تفرموهم بس بدهم يكونوا ناعمين. نزلت البرغل فوقن ورجعت كمان فرمتن بهاي الفرامة اللي عندي، اي فرامة عندكن او ماكينة كبة كمان بصير. فرمتن ونزلتن فوق الصدر والدهنة والشحمة اللي درتن مع بعض. نزلت فوقن معلقتين نشا ومعلقتين فليفلة ناعمة، بتحبوا تحطوها حدة او حلوة ما بتفرق مثل ما انتو بتحبوا، لاني كمان درنا الفليفلة بقلبها حتى ما تصير حدة كتير. بار معلقتين صغار، معلقة بيكنج باودر ومعلقتين طحين، والملح طبعا مثل ما انتو بتحبوا تملحوا الاكل. معلقة دبس فليفلة، ورح نفركهم كتير منيح مع بعض حوالي 10 دقايق. هلا الطحين والبيكنج باودر والنشا بخلوا الكبابة تلزق على السيخ وما تفلت. يعني اذا بدكم تشووه كمان على المنقل كمان بصير كتير طيب، بيطلع طبعا اطيب من الفرن شي اكيد. بنفركها كتير منيح لحتى تتجانس البرغل والكبابة مع بعض، ولحتى حبة البرغل تختفي تماما. وبعد ما بنفركها بنحطها بالبراد حوالي ربع ساعة، لأني وقت بنفركها من حماوة الإيد بتسيخ شوي اللحمة. شايفين صار لونها كتير حلو. رح أحطها بالبراد حوالي ربع ساعة وبعدين رح نشكلها مع بعض. وأنا بيلي العواد الخشب بالمي لحتى ما يحترقوا. هو لازم يكون سياخ تبعات كباب بس أنا ما متوفر عندي، حطيت من سياخ الشيش كل 2 مع بعض. ورح نشكل سياخ الكباب، منبل ايدنا بالمي طبعا مي باردة ومنشكل. طريقة تشكيلهم كتير سهلة مثل ما نكون شايفين، رأسا عبيلزقوا على السيخ. منشغل الفرن من فوق ومن تحت ومنحطهم بصينية الفرن. شايفين شكله كتير حلو. أنا كنت منزلة هاي الوصفة بصفحتي على التيك توك وانطلبت مني كتير إني أنزلها بطريقة مفصلة، لهيك نزلتها على قناتي. بتمنى إذا عجبتكم الوصفة ما تنسوني من دعائكم، وما تنسوا تضغطوا لايك للفيديو وتعملوا اشتراك إذا لسه ما انكم مشتركين بقناتي، لحتى يوصلكم كل فيديو يجيكم إشعار بالفيديو اللي بنزله. هاي السياخ حطيناهم بالصينية وحطيناهم بالفرن طبعا. وبقية الكبابة أنا حطيتها بدون سياخ، سيختها حطيتها على ورق زبدة. وهي الفليفلة والبندورة والبصل تبلتهم بزيت وفليفلة وملح وحطيتهم كمان بالفرن. رح نفرم صحن بيواز مع الكباب. رح نفرم البقدونس ما يكون ناعم كتير، ونفرم جوانح البصل. بنحطهم مع بعض وبنحط لهم ملح وفليفلة ناعمة وسماق، بنحركهم مع بعض منيح. شايفين هدول سيختهم بدون سياخ. وهدول الرغيفين دهنتهم بالدبس الفليفلة لحتى نحط عليهم سياخ الشوي. رشيت عليهم شوية بيواز. رح ننزل السياخ طلعناهم من الفرن، ريحتهم تغرف القلب وطعمتهم صدقوني كتير كتير طيبة. التبلة كتير طيبة، جربوها وما رح تندموا.
حطيت ورقة سلوفانة وشعلت فحمة، بدنا نحط شوية زيت على الفحمة لحتى تطلع ريحتها، وغطيناهن رأسا من رغيف خبز، وحطيت فوقهم صينية وتركتن حوالي 5 دقايق لحتى تصير طعمتن كأنه مشويين على الفحم. وهي كانت وصفتنا لليوم، إن شاء الله تكون الطريقة عجبتكن والشرح يكون عجبكن، وإن شاء الله أكون ما بطول عليكم بالمقطع الفيديو اللي بنزله. هي صحن مع بطاطا مقلية ودبس رمان، وبنلتقي إن شاء الله في فيديو جديد ووصفة جديدة، وبترككن بأمان الله.